جمال الملا من سلطنة عمان، العمر 19 عاما، طالب جامعي. أنا من عائلة أو من أسرة كبيرة نوعا ما. يعني الإنجازات التي حققتها قبل أن يرى الشعراء ربما كان الفوز بالمركز الثاني في مسابقة السيد فاتك بن فهر للشعر الفصيح. طموحي الأعظم في هذه الحياة أتصور أو هو تحقيق الشخصية التي أرنو إليها، وهي الإنسان الأديب الإعلامي. المسألة لم تكن توقعا في دخولي أو تأهلي إلى 35، إنما كانت المسألة تفاؤلا في تأهلي. أوجه تحية كبيرة وعظيمة وجليلة إلى جميع جمهور الشعر في أنحاء الوطن العربي وأنحاء العالم بأسره لمتابعتهم لهذا الفن الراقي الذي تبنى على أكتافه حضارات وثقافات عظيمة. إلى روح من كان يجلس على هذا الكرسي يوما ما، إلى روح من رحل منذ أيام إلى البياض السماوي الأبدي، إلى روح الشهيد الشاعر العراقي خالد السعدي. يتامى تركت نخيل الضفاف، طافت حروفك في الفصول غماما، وفنيت كالشجر المذاب قياما. هل كنت في غرف الرخام مدينة علقت بين رصاصتين وساما؟ هو أول الماضين نحو سمائها، روحا تسل من البياض حماما. نادته بوصلة الغروب وبعدها نادته أسئلة الرمال، فقام يجتر من أفق الرحيل عباءة فيدحرج الليل النخيل. يتامى وقفوا أميرا كلهم وأميرة، ووقفت أنت على الوقوف إماما. ومضى بياضا في المدى متجسدا، حلما توسد نجمتيه وناما. أسكرت في ريف الخريف قصيدة لتسيل ألحان الحفيظ إلاما، مذ أن محوت النقش من جدرانه ونزعت من تقوى المساء غراما. أتلفت كل حقيبة وخريطة كانت تؤسس راحتي زحاما. ها ألغم الشفق النحيل كآبة تغتال موال النهار خصاما. صلت ثقوب الناي وانحسر الصدى بين الردى والعازفون قداما. ولأنك الضوء الوحيد على فمي أطلقت أغنيتي إليك سهاما. إني عقرت على ترابك مقلتي حتى تطوق معصمي خزاما. جسست آخر ضحكة ورميتها خلف السموم لأنشر الأيام. هذا العراق حديقة قدسية نصبت بأعشاب الغياب خياما. ما زلت أشرب حشرجات نوافذي مدعشش الوجع الأخير مقاما. لك يا عراق بأن تدس الموت في جيب اللقاء فيستحيل سلاما. وشكرا. حييت يا جمال، شكرا لك على هذا الوفاء الذي يعبر عن حقيقة الرحم الشعري والعلاقة الحميمية بين أصدقاء الكلمة وأبناء العربية الذين يعبرون بصدق عن ألم الفراق وأمل اللقاء. يعني رحم الله الشاعر خالد السعدي رحمة واسعة، داعيا الله القدير أن يجفف منابع الشر وأن يوقف عجلات الدمار. لديك الحقيقة رؤية واعية وجميلة يا أخ
تركي، لكن أو جمال الحقيقة في إحدى أبياتك تقول: نادته بوصلة الغروب وبعدها نادته أسئلة الرمال فقام. ماذا لو كانت يعني ردته بوصلة الغروب مقيدا ودعته أسئلة الرمال فقام. الرموز غنية والطاقة الشعرية ناضحة. التعبير كالإيقاع منسجم مع طبيعة التجربة الشعرية، قائم على مستوى من التوتر الشعري والوجداني تشكلت وفق هذا الوعي. كما تبرز الدلالة الثقافية لديك المستمدة من بيئتك الشعرية، وهي البيئة، بيئة الحزن، بيئة العلاقات. أنا أهنئك على هذا النص الجميل، أتمنى لك التوفيق، شاكرا لك هذا الوفاء وهذا الاستحضار الجميل. يا جمال، أعتقد أن حساسيتك الشعرية على حداثة سنك وقدرتك على التقاط هذا الحدث وتشعيره والكتابة الفورية عنه يحسب ذلك لك، ولا يمكن أن نشك في صدق عاطفتك، لكن القطعة كانت تحتاج إلى كثير من الإنضاج في تعبيراتها. تقول مثلا: وفنيت كالشجر المذاب قياما. أنت تقصد أن تقول أنه مثل الأشجار التي تموت واقفة، لكن ما علاقة الذوبان بالأشجار؟ المذاب تأتي للتكملة لا أكثر، والقيام غير الوقوف. تقول: يجتر من أفق الرحيل عباءة. أظن أنك تقصد يجر عباءة، لأن يجتر غير يجر. تقول، وهو بيت من الطريف أنه أثار إعجاب المستمعين: أتلفت كل حقيبة وخريطة كانت تؤسس راحتي زحاما. ربما كنت تعني أنك تعدل عن الأسفار، لكن تؤسس راحتيك زحاما تعبير فيه كثير من التكلف. أحسب أن غضاضة عمرك ومستقبلك الشعري يتطلب أن تعكف بكثير، تأخذ نفسك بكثير من الحزم في الصياغة والإجادة والإتقان في التعبير، لأنك شاعر حقيقي ولك مستقبل كبير. وشكرا لك. مرحبا أخي جمال. فكرة الموت وأن يموت الإنسان واقفا، أنا أعتقد أن هذه فكرة مكررة، لكن أن يموت الإنسان وهو يعني ملقا على الأرض هي فكرة أكثر شعرية، لأنه يمارس شعريته. أعتقد أنه من المبالغة بمكان أن يموت الإنسان واقف. لا يمكن أن يتعالى الإنسان عن إنسانيته. حينما أقرأ هذا النص لا أستشرف حديثا عن الشاعر خالد السعدي، شاعر، وأنا أريد أن أستجلي خالد عليه رحمة الله من منظور الشعر، لكن هذا ليس شاعرا ذاك الذي يوصف بأنه وقف أميرا، كله هو أمير وقفت أنت على الوقوف إماما. حينما تقول صلت ثقوب الناي وانحسر الصدى بين الردى، هذا يحدث طنين زائد في الموسيقى، كأنك تصب في أذني رصاصا. الشعرية هو هذا التحايل على الموسيقى الزائدة. أخي الكريم أشكرك. يا جمال، أولا نشكرك على الوفاء، ونحن أيضا نترحم على روح الشاعر العراقي الكبير خالد السعدي رحمه الله. نصك مباشر وقد عريته في المقدمة النثرية التي أغرقته في المباشرة وتجانفت به عن الشعرية الآثرة. ما كان أجدرك ألا تكتب هذه المقدمة النثرية وتحاول أن تفهم متلقيك بطريقة الشعرية. ليس هذا البحر الذي اخترت أيضا مما يظاهرك على التعبير عما في جنانك،
فكأنه، لا أدري وجهة نظري، فكأنه إيقاع كابح أو فرس جامح. من أجل ذلك غاب الجمال الفني المدهش كما غابت الرؤية الوجودية المقلقة وأنت ترثي، واستحال كل ذلك إلى سرد بسيط. مع ذلك لاحظت وجود صورة شعرية أنيقة هي قولك: ومضى بياضا في المدى متجسدا حلما توسد نجمتيه وناما. فقولك توسد نجمتيه وناما من الشعر البديع، غير أن ذلك لم يكن كثيرا، بل كانت معاظم أباييت هذه القصيدة عارية من التصوير، خالية من الإدهاش، وإن كنت اصطنعت فيها بعض الانزياحات اللغوية التي تزدجيني أن أحكم لدى نهاية الأمر بجمالية هذا النص وشعريته، فهنا إذن بذلك واختل اختيالا. شكرا لك. شكرا دكتور. أخي جمال، من الحسن أن تكون رابطة الشعر لا الدم ولا الصداقة هي الدافع في هذه القصيدة. هذا شيء يحسب للقصيدة ويحسب لك، لكن حسن النوايا لا يأتي دائما بالشعر الجيد. أنا أعتقد أن هذه القصيدة قصيدة في مخاض الولادة، يعني لم تولد كاملة أو أنها لم تولد بعد. لا يعني لو أخذنا مثلا سأضرب لك مثالا على ما قلت. تقول: هل كنت في غرف الرخام مدينة علقت بين رصاصتين وسامة. لاحظ ما أجمل الشطر الثاني. الشطر الثاني لو أخذناه مستقلا عن الشطر الأول لقلنا هذه صورة جميلة، لكنك أفسدتها بصدر البيت. فمعنى غرف الرخام، ما الذي يميز غرف الرخام عن غيرها؟ ما معنى يعني ما الدلالة المقصودة من الاتيان بالرخام دون غيره؟ وما معنى أن يكون المرسي مدينة في غرف الرخام؟ كيف يكون الأكبر في الأصغر يعني والمدينة؟ يعني هذا التركيب كان قلقا ولم يترك لدي أثرا جيدا. تقول كذلك، وهذا البيت الذي ذكر أكثر من مرة: أتلفت كل حقيبة وخريطة كانت تؤسس راحتي زحاما. لاحظ كيف قادتك القافية إلى ما لا تحمر عقباه. والله يعني استخدام كلمة زحام في القافية، وهذا التنافر بين فعل التأسيس والزحام. هناك تنافر بين فعل التأسيس والزحام. على كل هذه محاولة جيدة يا جمال، وأشكرك عليها وأتمنى لك التوفيق.